السلام عليكم. استكمالا في كورس Data Structures and Algorithms. خلصنا جزء ال Data Structures الحمد لله. اتكلمنا فيه عن ال Built-in Data Structures، اتكلمنا عن ال User Defined Data Structures، عرفنا ال Linear Data Structure ايه وال Non-Linear Data Structures، حلينا عليهم problems على الموقع ليت كود. طبعا ال problems اللي احنا حليناها not enough، يعني more than ال problems الموجودة في السلايدز. يفضل اننا ندخل على الموقع نحل problems اكتر واكتر. ممكن ندخل على الموقع نجيب البروبلمز نفلترها بالايزي، يعني نفلتر البروبلمز الايزي بس علشان نبدا الدنيا تكون سهله علينا. البروبلمز دي نبدا حتى ولو راندوم، يعني البروبلمز الموجوده في السلايدز موجوده على حسب التوبيك، يعني التوبيك ده حلينا عليه بروبلمز كذا. لا، يفضل احسن كمان ان احنا ندخل على الموقع نجيب بروبلمز راندوم ونحاول احنا بنفسنا بعد ما نقرأ المسألة نشوف طيب احنا هنستخدم انهي داتا ستراكشر هنا، بحيث ان احنا يكون عندنا القدرة اننا نحدد لكل بروبلم هنستخدم لها انهي داتا ستراكشر وانهي الجوريزم. فدي هي الجود بوينت، او ده الغرض اصلا من البروبلم سولفنج عموما، مش اللي هو احنا ذاكرنا داتا ستراكشرز وذاكرنا الجوريزمز وفهمناهم وخلاص. لا، ان احنا ازاي نابلاي الداتا ستراكشرز ديت في الحل المسائل عموما، يعني قدرتنا ان احنا نحدد الداتا ستراكشر المناسبه لحل مشكله معينه، هي دي الاساس. يعني بالطريقه دي نقدر انهانس البروبلم سولفنج سكيلز. فيا ريت نفضل نبراكتس ونحل بروبلمز، يعني مش جاست عرفنا الداتا ستراكشرز وخلاص يعني الجوريزمز. طيب النهارده ان شاء الله بالنسبه لنا اول سيشن في الالجوريزمز. التوبكس اللي هنتكلم عليها في الالجوريزمز كلها عموما، هنتكلم عن الاسيمبتوتيك اناليسيس، وهنحدد يعني هنعرف ازاي نحسب البيج او نوتيشن لالجوريزم معين، نشوف كل الجوريزم نحسب له التايم كومبلكسيتي ليه قد ايه. تمام. وهنتكلم عن الريكيرجن، هنتكلم عن الديفايد اند كونكر الجوريزم، السورتنج الجوريزمز، السيرشنج الجوريزمز، الدبس فيرست سيرش اللي هو الدي اف اس، ونتكلم عن البريست فيرست سيرش البي اف اس. تمام. هنبدا بالاسيمبتوتيك اناليسيس. طيب قبل ما نحسب التايم كومبلكسيتي ونعرف ازاي نحسب التايم كومبلكسيتي الالجوريزم معين، خلينا نعرف يعني ايه الجوريزم اصلا. يعني انا امتى اقول ان الحاجه اللي قدامي دي الجوريزم؟ طيب اول حاجه في الالجوريزم هو مجموعه من الانستراكشنز علشان نحل مشكله معينه او نعمل مهمه معينه. يعني الخطوات اللي انا عندي علشان احل مشكله معينه، وليكن مثلا عندي input معين. الانبوت ده انا عايز بروسيس عليه مجموعه من الستبس ومجموعه من الخطوات، بحيث ان انا اطلع ب desired output. الستبس من الاوتبوت ان انا الستبس ما بين الانبوت والاوتبوت ديت تعتبر بالنسبه لي الجوريزم. طيب امتى تعتبر الجوريزم؟ خلينا نشوف مثال الاول. دلوقتي مثلا عايز اعمل يعني add ل two numbers، عايز اجمع رقمين. لو انا كل اللي انا هعمله هاخد الرقمين من اليوزر as input، ابلاي على الرقمين دول البلس اوبريتور واديسبلاي اوتبوت. الثلاث خطوات دول يعتبروا بالنسبه لي ان الجوريزم علشان احل فكره ان انا اجمع رقمين. تمام. اتس فيري ايزي، بس دي تعتبر الجوريزم. طيب خلينا نعرف امتى ان الالجوريزم ده نقول ان ده فعلا الجوريزم وكمان كويس. بالنسبه لي لازم يكون الانبوت والاوتبوت فيري كلير، يعني لازم يكون الديفايند كويس والديفايند، بحيث ان انا يعني لو انا مش عارف الانبوت ايه والاوتبوت ايه، انا مش هقدر اعمل خطوات، مش هقدر اعمل الجوريزم اصلا. تمام. وكمان تكون كل ستيب في الالجوريزم تكون واضحه جدا وفيري سبيسيفيك، يعني انا الخطوات محدده جدا. كل خطوه starting from الانبوت لغايه الاوتبوت لازم تكون الخطوات واضحه جدا. تمام. الالجوريزم اقول عليه جود الجوريزم لو الطريقه اللي انا لسه قايلاها دي تكون كويسه جدا او احسن من طرق تانية كتير. تمام. او على الاقل تكون بتحل ليا فعلا البروبلم زي ما انا عايزه. تمام. كمان الالجوريزم مش لازم يكون كود، يعني الالجوريزم هو مجموعه من الستبس او الانستراكشنز، ممكن اكونفرتها لاي بروجرامنج لانجويج. يعني الالجوريزم مش مرتبط باللغه. الالجوريزم هو مجموعه من الخطوات لوجيك، مجموعه من الستبس بطريقه لوجيك، اقدر احولها لكود في اي وقت، احولها لكود بقى في اي لغه برمجه ما عنديش مشكله. ولازم يكون الالجوريزم اقدر اكتبه في كل لغات البرمجه او باي لغه،
والا اذا وغير كده ما هيكونش الجوريزم اصلا. تمام. خلينا نشوف examples على الالجوريزم. دلوقتي عايزين عندنا الجوريزم معين، عايزين نعمل الجوريزم بحيث ان احنا نطلع ال largest number among 3 numbers. عندي 3 ارقام، عايز اعرف انهي الكبير فيهم. عندي طبعا هديكلير variables 3 variables وليكن مثلا a و b و c. عايزه اشوف مين اكبر واحد في ال a وال b وال c دول. الستبس ديت من اول ستيب 1 لغايه ستيب 5 دول كده يعتبر بالنسبه لي الجوريزم. تمام. طيب ايه البروسيس اللي انا هعملها على ال 3 نمبرز دول؟ اول حاجه هشوف مثلا عندي رقمين، هعمل اف كونديشن، هشوف لو ال a اكبر من ال b ولا لا. تمام. الكونديشن ده لو ال a اكبر من ال b، لو انا دخلت الكونديشن ده عموما، دخلت السكشن ده ولقيت ان ال a اكبر من ال b، طيب انا كده عندي الكومباريزون بقت ما بين ال A وال C. خلاص انا عرفت هنا ان ال A اكبر من ال B، فخلاص خلصنا كده، خلاص ال B خرجت من المعادلة معايا. فاذا باقي الكونديشنز هنا هتكون ما بين ال A وال C. هروح اشوف بقى اذا كانت ال A هي الاكبر ولا ال C هي الاكبر. لو لقيت ان ال A كمان هي اكبر من ال C، هتسبلاي ان ال A هي ال largest number بالنسبة لي. طيب لو الكونديشن ده ما حصلش، يعني كده دلوقتي ال A مش أكبر من ال C، فإذا ال C هي أكبر رقم عندي. تمام. ده كده في حالة لو ال A أكبر من ال B. طيب لو العكس، لو لقيت إن ال B هي الأكبر، فخلاص كده يعني لو أنا لقيت ال B هي أكبر، فأنا في الجزء بتاع ال else ده كله ده هتكون الكومباريزون بتاعتي ما بين ال B وال C. هشوف ال B هي الأكبر ولا ال C. لو لقيت ال B خلاص هديسبلاي إن ال B هي ال largest number، غير كده ال C هتبقى بالنسبة لي ال largest number. تمام. ده يعتبر كده as an algorithm. خلينا نشوف another sample. دلوقتي بيقول عايز يفايند الفاكتوريال لنمبر معين. الفاكتوريال ده اللي هو حاصل ضرب الأرقام من 1 لغاية الرقم ده. يعني مثلا أنا عندي فاكتوريال 5 بيساوي 1 في 2 في 3 في 4 في 5. تمام. حاصل ضرب الأرقام كلها من أول الواحد لغاية الرقم ده. طب هعمل الجوريزم ازاي يجيب لي فاكتوريال للنمبر؟ طبعا انا بقى عندي فاريبل واحد بس ده، تمام، اللي هو الان. الانبوت بتاعي هو الان. هعمل ازاي اجيب الفاكتوريال ازاي؟ اكيد علشان اجيب قيمه الفاكتوريال انا محتاجه اجيب فاريبل كده اخزن فيه حاصل ضرب كل الارقام من 1 لغايه الان ديت. تمام. هنشالايز فاريبل اسمه فاكتوريال بواحد. وبعد ما انيشالايز الفاريبل ده، طبعا واحد علشان ايه؟ يعني انا لما اضرب 1 في 1 هيبقى 1، فانا بختار رقم يكون عارف اللي هو اسمه محايد ضربي، اللي هو مش بيأثر في عملية الضرب عموما. طبعا ما ينفعش اختاره زيرو. انا لو حطيت فاريبل مثلا فاكتوريال وقلت اديله انيشال فاليو بزيرو، طبعا ما هو الزيرو لو انا ضربت فيه باقي الارقام كلها خلاص كده الارقام كلها تبقى زيرو. فانا بانيشالايز الفاريبل ب1، وبعدها بعمل لوب. اللوب ديت بتمشي من اول الواحد لغايه الان. تمام. فانا في كل مره من اول دي كده لوب تعتبر بالنسبه لي لوب. اللوب ديت هتعدي على الارقام من 1 لان، فانا في كل مره هقول ان الفاكتوريال ده اضرب لي فيه الرقم اللي احنا واقفين عليه. يعني اول حاجه الفاكتوريال ده هضرب فيه الواحد وهخزن الريزولت. بعدها هضربه في 2، 1 في 2 ب2، يبقى كده الفاكتوريال بقى قيمته 2. المرة اللي بعدها هضرب فيه 3 and so on لغاية ما اوصل للN اللي هي مثلا 5. يبقى أنا كده قيمة الفاكتوريال بالنسبة لي، قيمة الفاكتوريال بقت حاصل ضرب ال5 أرقام. في الوقت ده هتسبلاي الفاكتوريال. كل الستبس دي اللي احنا شفناها من 1 ل7 دي تعتبر clear algorithm علشان نجيب فاكتوريال لنمبر معين. خلينا نشوف example تاني. بيقول هنا عايزين نتشيك whether a number is prime or not. البرايم نمبر عايزين، انا هديك رقم وليكن، خلينا نروح بقى على OneNote بحيث ان احنا نوضح الدنيا اكتر. دلوقتي مثلا مديني n بتساوي وليكن 13 مثلا، وعايز اعرف الرقم ده برايم ولا لا. هو اصلا يعني ايه الرقم برايم؟ البرايم ده اللي هو العدد الاولي اللي هو ما بيقبلش الاسم على اي رقم خالص غير على نفسه والواحد، يعني بيبقى الاسم على الواحد ونفسه بس. طيب انا دلوقتي هعرف ازاي اذا كان الرقم ده برايم ولا لا؟ يعني انا عايز اعرف اتاكد ان الرقم ده ما بيقبلش الاسم على اي حاجه خالص غير على الواحد
ونفسه. فده معناه يعني ده كده انا عايزه اتشيك اذا كان هو بيقبل اسم على الواحد وال13 بس، ما بيقبلش اسم على اي حد تاني. طب يعني ايه ما بيقبلش الاسم على اي حد تاني؟ ده معناه ان انا عايزه اتاكد ان هو ما بيقبلش الاسم على اي حد. فهلوب المفروض ان انا هعدي على الارقام كلها ما بين الواحد وما بين ال13 ديت، واتاكد انه ما بيقبلش الاسم على اي حد فيهم. وليكن مثلا كده انا عندي الارقام كلها 10 11 12 13 كده. انا عندي الارقام دي كلها عايزه اتاكد انه ما بيقبلش الاسم على اي واحد فيهم. فكل اللي انا هعمله طبعا انا عايز اعرف اذا كان الرقم ده اذا كان برايم ولا لا. فانا هعمل فاريبل اسمه فلاج. الفلاج ده مثلا هديله انيشال، وليكن مثلا هديله انا بعتبر انا عايزه اتاكد ان هو ما بيقبلش اسم على اي حد فيهم. فانا هفترض ان هو فعلا في الاول هو بيقبل اسم على الواحد وال13 بس. هقول له ان هو انا هاكسبكت ان الرقم ده ان هو يكون ايه، انه يكون برايم، وهديله ترو يعني فعلا هو برايم. وبعدها المفروض ان انا هعمل لوب على الارقام الرينج. خلاص بقى المفروض ان انا عارفه ان هو خلاص الواحد كده كده هو بيقبل اي رقم بيقبل اسم على الواحد. فانا ممكن الوب على الارقام من اول 2 لغايه الان دي او قبل الان بواحد. في كل مره من الارقام دي انا عايز اتاكد ان الرقم ده مش بيقبل الاسم على الاي. ايه بقى هعرف ازاي اذا كان بيقبل اسم على الاي دي اللي هي اي رقم من دول؟ خلينا مثلا وليكن ال 12 دي، هي ال 12 دي هل هي بتقبل اسمها؟ خلينا مثلا نشوف هل ال 12 دي بتقبل اسم على الاثنين؟ بتقبل اسم على الاثنين علشان 12 على الاثنين فيها الستة. طيب هل ال 12 دي بتقبل اسم على الخمسة؟ خلينا كده يعني نعرف ازاي. يعني مثلا ال 12 بتقبل اسم على الأربعة عشان 12 على 4 فيها التلاتة. تمام. طب 12 على الخمسة ما بتقبلش الاسم. طب هعرف ازاي انها ما بتقبلش الاسم؟ احنا لو لاحظنا ان لما بنقسم 12 على الأربعة باقي خلاص هو اتقسم فيها التلاتة وما فضلش معايا حاجة، مفيش باقي اسمه. تمام. طالما مفيش باقي اسمه يبقى الرقم ده فعلا بيقبل اسمه على الرقم. يعني مثلا 12 لما يكون باقي اسمتها على الأربعة مفيش حاجة، مفضلش حاجة، فهي كده أنا معناها إنها بتقبل اسم عليه. طب أنا لو حاولت أقسم 12 على الخمسة، 12 على الخمسة فيها الاتنين، يعني علشان 2 في 5 ب10 وهيفضل معايا 2. باقي الاسم ده كوني ان انا حاولت اقسم رقم زي 12 على رقم زي 5 ولقيت فيه باقي اسم 2، فده معناه انه ما بيقبلش الاسم عليه. طب هعرف ازاي اذا كان الرقم يعني بيقبل اسم ولا ما بيقبلش؟ احنا قلنا انه يكون في قيمة بعد ما بقسم يكون فضل معايا ارقام زي ال 12 باقي اسمتها على الخمسة بتساوي 2. تمام. فلو انا لقيت الرقم ده مش بيساوي 0 فده معناه انه ما بيقبلش الاسم. طب لو لقيته بيساوي 0، يعني مثلا لو انا قلت ان موديلوس الخمسة. تمام. ال n اللي هي 12 دي، لو 12 مثلا هي عندي 12، خلينا هنا نشوف نعمل دي كده اهو. هنا 12 موديلوس 5 بتساوي 2، و12 موديلوس 4 بتساوي 0. تمام. فانا لما القى الكونديشن ده يحصل معايا فاذا الرقم ده بيقبل اسم. اي قيمه غير الزيرو خلاص يبقى الرقم ده يعتبر عادي بالنسبه لي. اما لو حصل معايا ان لقيت باقي الاسم 0 فلا، فالرقم ده بيقبل اسم. طيب ده معناه ان انا هقول اف الان موديلوس الاي اللي انا واقفه عندها لو انا لقيتها بتيكوال 0. تمام. لو حصل الكونديشن ده فخلاص ده كده يعني كده الرقم ده بيبقى الاسم على الرقم اللي ان بتبقى الاسم على الاي. فانا هقول في الكيس دي هقول له الفلاج ما بقاش برايم خلاص علشان لقيت الرقم بيبقى الاسم على حاجه تانية. بمعنى خلينا نقولها تاني، وليكن مثلا عندي ال 12 دي انا جيت عند هي لو برايم مش هتبقى الاسم على اي حد غير الواحد وال 12. طب انا بصيت لقيتها بتبقى الاسم على الاثنين، يعني 12 على الاثنين فيها الستة. كده خلاص يبقى انا كده دخلت في الكونديشن ده. يبقى كده الرقم ده بالنسبه لي الرقم ده بالنسبه لي خلاص ما بقاش برايم، فانا اقول له دي خلاص فولس بالنسبه لي. تمام. فولس. تمام.
لو مثلا 12 لقيتها بتبقى الاسم على التلاتة كمان وبتبقى الاسم على الأربعة، بس أنا خلاص يعني هي اوريدي ال 12 هتبقى الاسم على التلاتة وهتبقى الاسم على الأربعة وهتبقى الاسم على الستة دي كمان، بس أنا خلاص هي طالما قبلت على رقم واحد خلاص أنا مش محتاج إن أنا أكمل اللوب وأفضل أسأل تاني، وهو طالما رقم قبل الاسم على رقم واحد كده خلاص بوظ الدنيا. فأنا في الوقت ده أقدر أبريك وخلاص، وبعد ما اللوب ما تخلص ممكن اقول له ايه، برنت مثلا، برنت الفلاج مثلا، او الفلاج، او ريتيرن اي مسج يعني تعبر لنا اذا كان الرقم ده برايم ولا لا. طيب احنا قلنا في الكيس ديت ان احنا هنعمل لوب من الاتنين لغايه الان. طيب ماذا لو حد تاني جاء قال لي، يعني مثلا انا عندي الرقم اللي هو 12 ده، او مثلا خلينا نشوف رقم زي مثلا ايه 14. ال 14 دي هي بتقبل الاسم على ايه؟ ال 14 بتقبل الاسم على الاتنين، وبتقبل الاسم على السبعة. طيب هل الرقم 14 ده ممكن يقبل الاسم على اي رقم بعد السبعة؟ ما اعتقدش، يعني مستحيل الرقم، اي رقم يقبل اسم على اي رقم بعد النص. يعني مثلا 8 ما بتقبلش الاسم عليه خلاص، ده النص اصلا، يعني ده احنا وقفنا عند نص الرقم، بعد نصه مش هيقدر يقبل اسم على اي حد. فلو حد جه قال لي يا علا انا لا انا مش هعمل لغايه الان، الكلام ده كله ده هيبقى كوستي قوي عليا، وانا هاخد لك الكود ده كله ده، بس انا مش همشي لغايه مش همشي لغايه الان كلها، همشي لغايه نص الان بس، علشان بيولوجيك كده كده الرقم مش بيبقى اسمه على اي حاجه بعد النص بتاعه. تمام، فانا خلاص انا مش لازم اروح اتشيك على اي رقم بعد النص بدل ما اعمل لوب كامله. يعني مثلا ال 13 دي، ال 13 المفروض هتعمل ايه؟ ال 13 هتعدي على هتسأل 2 و3 و4 و5 و6، مش هتلاقي ولا رقم بيبقى الاسم عليها خالص، ولا رقم. طيب ايه اللي يخليني افضل الوب كل ده طالما انا عارفه نفسي؟ يعني ده تو ماتش. يعني مثلا انا اخري مثلا 6، يعني 13 على الاتنين فيها 6.5 او كده، اي رقم، كل الارقام دي ملهاش لازمه ان انا اتشيك عليها. وطبعا احنا هنا مش بنتكلم على رقم 5 10 20 30، لا احنا بنتكلم ان الرقم ده ال دي ممكن يديني رقم كبير قوي، يعني ممكن يديني رقم كبير كده، رقم كبير. فانا ليه مثلا كده رقم زي ده مثلا، في ارقام يعني الارقام البرايم عندي انا بصراحه مش فاكره عدد الارقام البرايم بس كتير قوي، وفي ارقام كبيره قوي وبرايم. فانا لو انا عندي رقم زي ده، انا ايه اللي يخليني الوب على الارقام كلها؟ انا عايز طريقه اخلي الالجوريزم بتاعي اوبتمايز. تمام، فجاء حد قال لي ايه، قال لي ان انا لا انا اخري النص، وانا كده الالجوريزم ده بدل ما انت وليكن مثلا انا في الكيس بتاعتك الان مثلا كانت بتساوي ايه، الان مثلا كانت بتساوي 1000 مثلا. انا ايه اللي يخليني اعمل لك 1000 مره؟ انا دي كده الكود ده. تمام، الكود ده كده هيمشي كام ستيب؟ الكود ده المفروض ان هو هيمشي 1000 ستيب. تمام، almost 1000 ستيبس علشان يعرف لي الرقم ده برايم ولا لا. طيب الالجوريزم ده هيمشي 500 ستيبس بس علشان نعرف الرقم ده برايم ولا لا. تمام، او خلينا مثلا هنا ماشي، خلينا نقول هنا مثلا 100، ده هنا مثلا كده 100 دي كلها، وده هيمشي 50 بس. حلو، ماشي. ده كده الالجوريزم ده يعتبر بالنسبه لي احسن من ده. ليه؟ علشان خلى التايم انت هتمشي في نص الوقت، بقى الحل بتاعك هتجيب نفس الحل بس في وقت اقل. ده كده يعتبر مور اوبتمايزد الجوريزم. طيب حد تاني فكر فكره، قال لي هو رقم زي ال 12 ده، انا يعني الالجوريزم ده بيعمل ايه؟ الالجوريزم ده خلاص نسيبنا خلاص بقى من الالجوريزم ده علشان هو كبير قوي، خلينا نشوف ده. الالجوريزم ده كان بيلوب على الارقام من 1 ل6. تمام، كده كده خلاص بعد ال6 انا مش محتاجه الوب على حاجه علشان كده كده مفيش رقم هيبقى الاسم عليه. طب انا لما بقسم ال 12 على الاتنين فيها ال6، طب وانا اصلا مش ال6 دي نفسها انا كان ممكن اعرفها؟ يعني مثلا ال 12
12 على 2 فيها 6. طيب انا وانا واقفه عند الاتنين عارف انها ال 12 دي هتقبل القسمة على الاتنين وكمان هتقبل القسمة على الستة. طب انا ليه بقى اروح عند الستة هي كمان؟ انا كده كده خلاص يعني وانا واقف عند الاتنين عرفتها انها بتقبل القسمة على الاتنين وعلى الستة، علشان 12 على 2 فيها الستة، فخلاص انا عرفت اقدر اجيب الرقم التاني اصلا. طب انا واقف عند التلاتة، 12 على التلاتة فيها الأربعة. طيب ماشي، ما انا واقف عند التلاتة هقدر اعرف قيمة الأربعة. ايه اللي يخليني الوب ده كله ده؟ حد فاهم حاجة؟ يعني لو كده كده هو الرقم لو بيقبل الاسم، مثلا لو انا معايا رقم كبير قوي وبيقبل الاسم على 100 رقم، وهو ال100 دول كل واحد فيهم وليه واحد تاني مقابل واحد، والواحد تاني ليه مقابل واحد وليه مقابل، فانا مش لازم اتاكد من ال100 دول كلهم او الوب لغايه ال100. ما هو لو قبل الاسم على 100 رقم منهم 50 انا عارفاهم، وال50 التانيين هقدر اجيبهم بدلاله ال50 الاولانيين. طيب حد فكر وقال انا عايز ايه؟ لا انا مش مرتاح نفسيا وانا بقعد اسال على الرقم واروح اسال على النظير ليه الجنب التاني and so on. فالفكره دي يعني مثلا رقم زي ايه؟ رقم زي مثلا 16. رقم زي 16 ده، الرقم 16 ده بيعمل ايه؟ طبعا احنا نفكس فكره ان احنا نلوب لغايه من اول الاثنين لغايه 16. خلينا نبص هنا. اول حاجه هي ال 16 على الاثنين فيها التمانية، ادي الرقم ده اتنين اهو والتمانية بتاعته اهو. طبعا انا مش كده كده مش هروح لغايه لغايه التمانية، انا عايز اوصل لطريقه مش هوصل بيها لغايه التمانية. طيب على التلاتة، 16 على التلاتة ما بتقدرش اسمع التلاتة. طيب 16 على الأربعة فيها الأربعة. أنا يعني 16 على الأربعة فيها الأربعة، أنا لو مشيت تاني هبقى بالعكس. يعني أنا خلاص أنا كنت بجيب رقم اللي هو 2 والتاني 8، 4 و4. فانا لو مشيت الجنب التاني هروح للرقم اللي هو 8، والاثنين هتقولي الثمانية هتقولي ان الرقم بتاع التاني 2. فانا عايزه اوصل لحته ما اعملش الدبليكيشن ده. فانا لقيت ان بالنسبه لي الرقم اللي انا الفيصل بالنسبه لي اللي انا متاكد انه مش هيكبر، ان انا مش هوصل للرقم الكبير والتاني هيبقى صغير، هي السكوير روت للرقم. يعني كل الارقام اللي قبل السكوير روت هي ديت الارقام الاولى، والمناظرين ليهم بتبقى يعني بتبقى اكبر من السكوير روت دايما. فحد قال لي ان انا بدل ما امشي ده كله ده، لا انا همشي لغايه سكوير روت الرقم اللي هو لوج الرقم ده، لوج الان. تمام. الطريقه دي لوج الان دي يعني مثلا انا لو عندي الان ب10، الان ب100، لوج ال100 10. فانا الخطوه دي خلينا نرجع. طيب دي كده دي ان على 2 زي ما هي. وحد تاني قال لي لا انا هعمل الجوريزم يمشي لي لوج الان بس، وانا مقتنع بلوج الان علشان انا بيولوجيك انا اي رقم قبل اللوج المقابل ليه بيبقى بعد اللوج. تمام. انا همشي لغايه لوج الان. طيب لوج الان دي 10 خطوات بس، يبقى انا كده بالطريقه دي انا عملت 3 الجوريزمز يوصلوا لي لنفس الحل ويتاكدوا لي اذا كان الرقم ده برايم ولا مش برايم بعدد ستيبس مختلفه. يعني ده مشي 100 ستيب، وده مشي 50 ستيبس، وده مشي 10 بس. فور شور اللي مشي 10 ده هو اللي هيبقى يعني مور اوبتمايزد عن الاثنين الباقيين. فامتى اقول بقى انهي فيهم الجوريزم احسن؟ لما الاقي التايم كومبلكستي ليه اقل ما يمكن. واحنا لو عندنا الجوريزم نحاول نفكر ازاي نخلي الالجوريزم ده بدل ما كان بيمشي في ان من المرات اوردر ان، لا انا هحاول اخليه ان على 2، لا انا هحاول اخليه لوج ان انس اون. كل ما بقى عندي الجوريزم باوردر معين واحاول اقلل الاوردر ده واوصل بيه لعدد ستيبس اقل، يبقى كده انا فعلا باوبتمايز الالجوريزم بتاعي. طيب خلينا كده نقول التايم كومبلكستي لكل واحد من ده ايه. البيج او نوتيشن بتاعته اسمها اوردر ان. تمام. ده كده مشي عدد خطوات. الاوردر ده او التايم كومبلكستي هي بتعبر عن عدد الستبس اللي الالجوريزم ده هيعديها. طيب طبعا هنتكلم وانا ليه بجيب حاجه اسمها اوردر والكلام ده. طب ما انا ممكن اعمل تايمر
ممكن اعمل تايمر واشوف الالجوريزم ده مشي كام خطوه او اخد وقت قد ايه، والالجوريزم ده التايم كومبلكسيتي اشوف اخد وقت قد ايه وده اخد وقت قد ايه. تمام. فور شور هنلاقي كل واحد من ده اقل، بس انا ما ينفعش اخد الرقم بتاع الوقت واقول له ان ده اخد ثانيتين والالجوريزم ده اخد 3 ثواني، علشان الالجوريزم اللي انت عملت له رن على جهازك ده واخد منك مثلا ثانيتين مثلا، وجهازك ده كان كويس جدا، وانا رحت اخدت نفس الكود اللي انت كاتبه وقلت لي ان الالجوريزم ده بياخد ثانيتين بس علشان يرن ويطلع الاوت، وانا حطيته على جهازي اخد دقيقه. طيب ايه؟ ما ينفعش. فانا في الكيس دي ما ينفعش اللي هو اعتمد الوقت از مقياس بالنسبه لي، الوقت اللي هو التايم الاكتوال تايم ده. ليه؟ علشان في الوقت ده هيكون دخل عندي فيتشرز تانية زي الهاردوير اللي انت شغال عليه، يعني الهاردوير اللي انت بترن عليه الكود، والبرامج اللي موجودة على الجهاز بتاعك، وحاجات كتير جدا هتدخل معايا از فاكتورز، فانا مش هقدر هكون اكيوريت بالشكل ده. كل فاحنا عايزين نوصل لطريقة اسمها اوردر او بيج انوتيشن، بحيث انها تكون ثابتة على اي جهاز، مهما هرنه عندي او هرنه عند اي حد، فتكون حاجة بالنسبة لي مقياس ثابت. تمام. دي هتكون اوردر ان، طبعا ان على الاثنين بالنسبه لنا هتبقى هي زي الان. تمام، مش هتفرق. ده لينير، ده اسمه لينير تايم، وده لينير تايم بالنسبه لي، فدي هتبقى اوردر ان ودي هتبقى اوردر ان، ديت هتبقى اوردر لوج الان. طيب لوج الان ديت علشان دي مش لينير، او دي لوجاريتميك فانكشن من اللينير فانكشن. اوكي. طيب نكتفي بهذا القدر النهارده، والمره الجايه ان شاء الله هنبدا ب ازاي نعرف البيج اونوتيشن وازاي نحسبها وايه التايبس بتاعه البيج اونوتيشن.